أهلا بكم مشاهدينا في مصر والعالم العربي، وهذا اللقاء المتجدد وحلقة جديدة على الهواء مباشرة من برنامجكم من الجاني. احنا النهاردة هنفتح ملف هو الأخطر من نوعه، ونتساءل: هل تحولت المدارس من حقول تعليمية إلى ساحات قتال؟ النهاردة هنتحدث لثالث مرة على التوالي مقتل طالب أمام مدرسة الثانوي. قبل كده عرضنا قضيتين: مقتل الطالب فضل أمام مدرسة أجا الثانوية الصناعية، وكان طالب تاني اسمه محمود في بني سويف تم قتله أيضا أمام مدرسة الواسطة ببني سويف الثانوية. النهاردة بنتحدث عن مصرع الطالب محمد محسن أمام مدرسة العمار الثانوية. يجب أن كل وسائل الإعلام تدق ناقوس الخطر عن هذه القضايا، لأنها أصبحت ظاهرة للأسف الشديد. الأول نبدأ بأهم أخبارنا: مصرع وإصابة 7 في محطة قطار الزقازيق. الأقاويل كثيرة حول هذا الموضوع. البعض قال أنها عمليات إرهابية. خلاص بقى كل حاجة دلوقتي الإعلام هيمسك يقول لك ليست عمليات إرهابية خالص يا جماعة. اللي حصل في محطة قطار الزقازيق في الشرقية، المتهم على فكرة تم ضبطه، ده مصاب نفسيا، عنده مرض نفسي وعقلي، كان معاه سنجة، دخل محطة السكة الحديد في الزقازيق، اللي كان بيشوفه قدامه كان بيطعنه. للأسف لقيت سيدة مصرعها وأصاب 6 آخرين. بالفعل الموضوع كبير مش صغير. هذا المتهم هو اسمه تامر عبد العزيز، عمره 32 سنة. تسبب في حالة من الخوف والهلع والذعر ما بين جموع المواطنين، لدرجة أن الأهالي خرجوا من محطة السكة الحديد في الزقازيق وقالوا إن هناك تخطيطات إرهابية وهناك عمل إرهابي داخل محطة السكة الحديد. أنا كنت متواصل مع اللواء رفعت خضر، مدير إدارة عامة المباحث الجنائية في مديرية أمن الشرقية، وأكد إن المتهم عنده مرض نفسي وعقلي. نرجع ونقول مين السبب، لان انا جات لي شكاوى كتيره جدا واتصالات عديده لا حصر لها من قبل مواطنين. يعني في اسماعيليه مثلا كلمني حد النهارده والله بالصدفه، اسمه محمد محمود، قال ان في سيده اسمها ام رضا برضو عندها مرض نفسي ومرض عقلي، ومحجوزه في البيت لوحدها، بتقف في بلكونه المنزل وبتحدف عليهم طوب، واصابت ناس كتيره جدا. دول مش دارين بنفسهم. لكن احنا عندنا منظومة المستشفيات النفسية، مستشفيات الصحة النفسية تحتاج إلى إعادة هيكلة. وزير الصحة لازم خلال الفترة القادمة يشوف مستشفيات الصحة النفسية. هي الدنيا خربانة في المستشفيات العامة، اوكي، كلنا متفقين على هذا يعني. لكن عدد كبير من الناس المريضة نفسيا واللي عندهم اضطراب نفسي واضطراب عقلي، لما تاخد حالة مثلا وتروح تحجزها له، شغل جنان. يقول لك ايه؟ لازم يمضي. طب هيمضي ازاي اصلا وهو مش داري بنفسه؟ لازم يمضي اقرار ان هو يخش على مسؤوليته. قانون عقيم. القانون المصري في كل حاجه قانون عقيم، حتى في دخول المريض النفسي المستشفيات يقول لك لازم يمضي. يمضي ازاي؟ لما نشوف من الجاني الحقيقي بقى في اللي حصل في محطه سكه الحديد، السيده اللي ملهاش ذنب عمرها 40 سنه ولقت مصرعها واقفه في محطه القطر عاوزه تروح بيتها، واحد طعنها، المريض النفسي ده هو مش داري. الدوله والحكومه هي الجاني الحقيقي فيما يحدث. الدولة والحكومة بتشوف عين عينك المريض النفسي نايم في الشارع وواقف في المحطات، ما بتقدرش تعمل له حاجة. هذا لا نراه في أي دولة خالص. لا، بتلاقيه عادي جدا في الشارع وواقف ورايح وجاي، وممكن يموت أي حد. ده موضوع في غاية الخطورة وموضوع في غاية الأهمية. يجب تعديل هذا القانون. إيه قانون الصحة النفسية الفاشل ده؟ أي مريض نفسي ما ينفعش يخش المستشفى غير لما يمضي. والله العظيم ناس بيستغيثوا بيا. كلمتني الحاجة أم أحمد برضو، قالت لي في مريض نفسي بيطلع السكاكين كل يوم لإخواته، وتوجهوا لاكتر من مستشفى نفسيه، يقول لا مش هنقبله غير لما يمضي اقرار. ازاي الكلام ده؟ ازاي الكلام ده يعني؟ اهو النهارده مصرع واصابه 7، ولسه وحوادث كثيره تكررت في جموع المحافظات. الصحفيه مياده اشرف، اسره البرنامج الحقيقه بنتقدم بالعزاء لاسرتها، وربنا يلهمهم الصبر والسلوان. مياده احنا نعرفها على المستوى الشخصي، رغم ان هي متخرجه دفعه 2013 اعلام جامعه القاهره، لكنها كانت صحفية بسم الله ما شاء الله عليها، يعني نشيطة. دي صورها. وكانت دايما الحقيقة بتتواصل معانا في البرنامج هنا مع المعدين بتوعي نور وآية،
وبتجيب لنا فيديوهات كتيره قوي على فكره، وكانت بتتواصل معانا لحد ما فيش من كام اسبوع، ومنذ ظهور البرنامج في قناه مصر البلد كانت دايما تبعت لنا فيديوهات بتنفرد بيها، وطول النهار في الشارع وبتشتغل، وكانت دؤوبه في عملها الحقيقه. بنتقدم لاسرتها بخالص العزاء، ونحسبها عند الله من الشهداء. الناس محتاره في مصرع او استشهاد الصحفيه ميادة اشرف. الناس مش عارفه مين السبب في قتلها بالظبط، ولهم حق. وعاوز اقول لكم حاجه، السبب في ان الناس محتاره ومش عارفه وسائل الاعلام الفاشله، بعض وسائل الاعلام مش كلها طبعا يعني. امبارح انا شفت بنفسي موقف في منتهى الغرابه. مذيع طالع وبيتحدث عن استشهاد الصحفيه ميادة اشرف، وبيقول المتظاهرين في المرج وعين شمس هم اللي قتلوها، ومنهم لله ويجب مش عارف ايه كلام كده. دخل معاه المراسل اللي موجود في مكان الواقعه. شفتوا بقى كلام الصحفي قال ايه؟ قال ان المتظاهرين هم اللي اطلقوا عليها النيران. دخل معاه المراسل على الهوا، والمذيع بيقول له احكي لي على الوضع عندك في مكان استشهاد او مصرع ميادة اشرف. المراسل قال له حدث تبادل اطلاق نيران، وجاءت مجموعه من العمليات الخاصه واطلقوا النيران بعشوائيه. احدى هذه الطلقات اصابت ميادة اشرف ولقيت مصرعها. يعني شفتوا ده في نفس البرنامج وفي نفس الحلقه. انا كمذيع او كاعلامي عاوز ابقى ناجح ومحبوب من جمهوري، وجمهوري يثق فيا، ما اطلعش اقول كلمه غير لما اكون متاكد منها ان هي كلمه صح. لكن الكل يسعى ويلهث وراء الانفرادات وعلى حساب الاخرين، ويبقى المشاهد قاعد يقلب القناه دي يلاقي كلام، ويقلب القناه دي يلاقي كلام تاني خالص، بصرف النظر عن مين اللي ارتكب الواقعه او ارتكب الجريمه. اطلع قول معلومه صح. انا النهارده طول نهار اتصالات، مين اللي ضرب؟ الشرطه ولا المتظاهرين؟ الشرطه ولا المتظاهرين؟ وجالي بيان من النهارده من الداخليه. الداخليه بتقول انه تم تحديد هويه المتورطين في مقتل ميادة اشرف الصحفيه بالدستور، وهناك جهود مكثفه للقبض عليهم. واضاف اللواء هاني عبد اللطيف ان تم احتجاز ميادة اشرف مرتين من قبل المتظاهرين، وهذا موثق في الصحف والمواقع الالكترونيه. انا بقى يعني وهناك بيان تاني جالي ان لا ده هناك تبادل اطلاق نيران بطريقه عشوائيه ما بين رجال الامن، واحدى هذه الطلقات هي التي تسببت في مقتل او مصرع الصحفيه ميادة اشرف. احنا معانا دلوقتي على التليفون استاذ عبد اللطيف صبح، وهو الشاهد العيان، زميلنا الصحفي في اليوم السابع. وعبد اللطيف على فكره كان موجود في موقع الحادثه، وهو اللي كان موجود بجوار ميادة اثناء اطلاق النيران عليها. وعاوز اقول حاجه برضو، يعني ده هيثبت في التحقيقات بعد كده الله اعلم يعني. من خلال مكالمه عبد اللطيف هقدر احدد، وانتوا معايا اعزائي المشاهدين هتحددوا مين اللي اطلق النيران على الصحفيه ميادة اشرف. الحقيقه والدتها كلمتني النهارده وقالت لي، وكلمت اكتر من صحفي، وقالت لهم ارجوكم ما تسيبوش دم ميادة يروح هدر. حقها. نقيب الصحفيين الاستاذ ضياء رشوان النهارده قدم بلاغ للمستشار هشام بركات النائب العام، وطالب بكشف لغز مصرع الصحفيه ميادة اشرف. هو لغز يعني ماشي اوكي، الداخليه مع احترامي وتقديري لهم طلعوا بيان، ولكن اين المتهمين؟ مين اللي ارتكب الجريمه؟ يا ريت يا استاذ حمدي، استاذ عبد اللطيف صبح، لان هو استاذ عبد اللطيف صبح الصحفي باليوم السابع، وانت الفيصل الحقيقه بالنسبه لي انا كبرنامج على المستوى الشخصي، لان انا ما بتكلمش غير الحقيقه. يا استاذ عبد اللطيف انت كنت موجود؟ طيب هو الخط فصل، حاول معاه تاني، لان انت اللي هتقول لي الحقيقه، وانت اللي كنت واقف في مكان الواقعه، وانت اللي كنت بجوار مياده اثناء اطلاق النيران. طيب الاستاذ عبد اللطيف جاهز يا استاذ حمدي؟ طيب نطلع نشوف تقرير الصحفيه ميادة اشرف ده تخليدا طبعا. طيب استاذ عبد اللطيف صبح الصحفي باليوم السابع، استاذ عبد اللطيف اهلا بيك،
وبكرر تاني، انت الفيصل بالنسبه لي كبرنامج، لان انت كنت موجود في مكان الواقعه. اتفضل يا استاذ عبد اللطيف، اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ احمد. اتفضل يا استاذ عبد اللطيف. بدايه الاحداث كانت الشبكات اندلعت بين اهالي عين شمس وعناصر جماعه الاخوان. تمام. في شارع، مش متذكر اسم الشارع، هو احد الشوارع الجانبيه بمنطقه عين شمس. تمام. اندلعت اشتباكات عنيفه بالاسلحه الناريه، تبادل خلالها الطرفين اطلاق النيران بكثافه مما ادى لسقوط اعداد كبيره من المصابين. تدخلت قوات الامن، اطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع. م. فرقت مسيره الاخوان الذين فروا هاربين الى شارع عين شمس. احنا توقفنا نعمل زي لقاءات صحفيه مع الاهالي والمتضررين واصحاب السيارات التي تم تحطيمها. كانت معاك مياده في التوقيت ده يا استاذ عبد اللطيف؟ في التوقيت ده كانت ميادة معانا، بس هي مشيت مع جماعه الاخوان، يعني هي مشيت مع المسيره لما اتفرقت. م. مشيت بتصورهم طبعا، هي بتصور بتأدي عملها، هي بت... بتأدي عملها بتصور كصحفيه. المسيره. تمام. احنا عايزين نعرف المسيره راحت فين، فاحنا بنبقى موزعين بعض تمام. كصحفيين ميدانيين. احنا بنكون متفقين مع بعض، في حد هيبقى مع المسيره وحد مع الامن، عشان نقدر نبلغ بعض ايه اللي بيدور في الاحداث. تمام. المهم ميادة وزميلتنا أحلام حسنين في جريدة الدستور أيضا م. انطلقوا خلف المسيرة. م. احنا يعني وقفنا مع قوات الأمن وعقدنا بعض اللقاءات الصحفية مع الأهالي المتضررين من الأحداث. يعني بعدها بدقائق معدودة تحركت مدرعات قوات الأمن باتجاه شارع عين شمس، وهو الشارع الذي سلكته مسيرة جماعة الإخوان. م. تجمعوا مرة أخرى في الشارع وانطلقوا باتجاه مزلقين عين شمس بجوار سور المترو. م. كانت قوات الأمن في ظهر المسيرة، م. كانت خلف المسيرة، وكانت أحلام وميادة على حسب رواية أحلام ساعتها إن هما كانوا في الصفوف الأخيرة من المسيرة، ما كانوش متوقعين إن الأمن يجي من الخلف. أطلقت قوات الأمن الرصاص باتجاه المسيرة. يعني قمنا بعملنا الصحفي وكتبنا الأخبار وأرسلناها للجرايد التي نعمل بها، وكلمنا أحلام علشان نطمن عليها هي وميادة. لقيت أحلام منهارة وبتقول لي ميادة ماتت. واحلام قالت لك ان قوات الامن هم اللي اطلقوا النيران؟ لا، مش أحلام قالت لي، أنا كنت واقف مع قوات الأمن وهم بيطلقوا النيران. انت كنت واقف؟ أنا كنت واقف في وسط قوات الأمن وهي بتطلق النيران. كلمت أحلام علشان أطمن عليهم هي وميادة، لأن أنا عارف إن هم في المسيرة. م. لقيت ما أحلام منهارة. ده بعدها يعني في خلال الاشتباكات، بعد ما احنا عملنا الأخبار وبعتناها للجرايد، كانت الاشتباكات لا زالت مستمرة م. وفي تبادل إطلاق نار. كلمت أحلام علشان نطمن عليها هي وميادة، لقيت أحلام منهارة وبتقول لي ميادة ماتت. انت حضرتك استاذ عبد اللطيف دخلت مداخلات في قنوات امبارح وقلت الكلام ده؟ حصل على قناة مش التحرير وعلى لازم قناة على ام تي قناة في. ايه، مش لازم، تمام. لان يعني انا حضرتك يعني المذيع، انا لسه كنت بتكلم، المذيع قال كلام تاني خالص، وانت حضرتك كمراسل وكنت موجود في موقع الحادث ومسرح المكان، قلت الحقيقة اللي حصل. انا كاعلامي او كصحفي، انا ما صدقش المذيع اللي موجود، اصدقك انت، لان انت اللي موجود في مسرح الحادث. تمام، احنا لو كنا موجودين في موقع الحادث بالفعل. مم. كان في تبادل اطلاق نار بين الطرفين. اطلقت قوات الامن الرصاص الحي باتجاه تمام. المسيره، تمام. وكانوا يفروا هاربين باتجاه عين شمس. اتصلت بزميلاتها للاطمئنان عليهم، مم. ف... فصدمت بخبر استشهاد. تواصل معنا هنا في البرنامج استاذ عبد اللطيف. ما لم يطلب منك شهادة في النيابة؟ حتى الان لا. لو طلب منك شهادة في النيابة هتشهد ده؟ بالتاكيد. انا بشكرك شكرا جزيلا ليك، زميلنا الاستاذ عبد اللطيف صبح شكرا الصحفي. لكم. شكرا جزيلا ليك، بشكرك. الرؤية واضحة. انا مش مع اي اطراف ولا مع ده، ولكن الحق. مش عيب ان انا اكون ضربت بعشوائية، لم اقصد هذه الصحفية، واقدم اعتذار ان ليست مقصودة هذه الصحفية، بل اطلع بيان. الشعب المصري مش هتقدر تضحك عليه تاني. الشعب المصري عارف الامور كويس قوي، وعارف ما يدار حواليه. صدقوني انا بتكلم بكل حيادية والله. وقلت لكم الفيصل في قضية ميادة اشرف هو الصحفي اللي كان موجود معانا دلوقتي، استاذ عبد اللطيف صبح. استاذ عبد اللطيف كان مع ميادة من الصبح، وكان في مسرح الحادث.
وهو اللي داخل مع المذيع امبارح اللي تحدث، اللي يعني الموضوع قلب الدنيا على مواقع التواصل الاجتماعي. يعني المذيع قال كلام والاستاذ عبد اللطيف قال كلام. انا قبل ما اتكلم المفروض اسمع، ما أصل انا مذيع، انا قاعد هنا معاكم على الهواء مباشره. بره المراسل اللي موجود هو اللي في وسط الاحداث. خلينا نطلع نشوف فيديو للشهيده ميادة اشرف، نحسب عند الله من الشهداء، ونرجع نكمل معاكم باقي فقرات البرنامج.